السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هشرح في الفيديو ده والفيديو الجاي حاجة اسمها ال CSS Specificity. إيه هي CSS Specificity؟ يعني تحديد العناصر. تحديد العناصر في ال CSS بيتم إزاي؟ مش بيتم إزاي معناها أقول لك الكلاس بيتكتب إزاي ولا دي بيتكتب إزاي؟ أكيد لأ. هقول لك حسبتهم بتتحسب إزاي؟ إزاي تحسب العناصر دي؟ يعني إيه إزاي تحسب؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده والفيديو اللي جاي بإذن الله. طيب انا عندي كام طريقه عشان احسب بيها العناصر؟ في طريقتين تمشي باللي انت عايزه. هناخد في الفيديو ده طريقه والفيديو اللي جاي طريقه بامثله. كل فيديو هتاخد عليه امثله ان شاء الله كتير عشان الدنيا تبقى واضحه باذن الله. طيب بحدد ازاي بقى العناصر؟ يعني انا لو كاتب عشان قبل ما اشرح عشان نفهم انا هشرح ايه اصلا بالظبط الناس تكون عندها فكره. هقول مثلا اكتب هنا بي اي دي وليكن اسمه مثلا اي دي اسمه يس، واكتب هنا كلمه هوم. حلو قوي. وجيت في اللي هنا كده قلت مثلا البي ده اللي انا مديله اي دي اسمه يس. هقول له الكلر بتاعك مثلا اللون اللي هو الاخضر. حلو قوي. وجيت قلت البي اللي هي نفس العنصر اصلا الكلر بتاعه لونه اف 50 لون البرتقال. انهي واحد هيشتغل؟ اخر حاجه هي تشتغل. يعني معظم الناس عارفه ان اخر حاجه هي تشتغل. ده اللي هيشتغل. مش ده مكتوب اخر حاجه، هو هيمشي سطر سطر سطر، هيقابل ده هيخلي اللون بتاعه اخضر، ثم هيقابل ده هيخلي اللون بتاعه اصفر، قصدي برتقالي. هاجي اشوف الشكل، هعمل ريفرش، اشتغل الايه؟ الاخضر اللي هو انهي؟ ده ولا ده؟ الاخضر ده. يا عم ده اخر حاجه، لا انا اللي هشغل ده. طيب ازاي تم بقى كده؟ ده معناه ان مش اخر حاجه على طول هي اللي تشتغل. ممكن العنصر اللي قبليه يكون هو اقوى منه. طيب اقوى منه ازاي؟ هنعرف بقى الحسبه ازاي بتتم ان شاء الله. طيب انا قلنا عندنا طريقتين، هنعرف طريقه في الفيديو ده. اول حاجه انا هكتب كده حاجه غريبه كده دلوقتي وهوضحها بعد ما اكتبها. ستايل اتريبيوت ثم الاي دي، ثم بعد كده لو في كلاس او سودو اللي هو السودو كلاسز او اتريبيوت سيلكتور، ثم بعد كده الاليمنت او ساعات بيسموها التايب سيلكتور. طيب حلو. ايه اللي انا بقى كاتبه ده؟ قال لي دي المعادله اللي انت تمشي عليها في الحسبه. يعني ايه المعادله؟ يعني العنصر بتاعي هل في ستايل اتريبيوت اللي هو الستايل اللي انت بتكتبه في الاليمنت عندك، يعني في اللي في ال HTML مش بنكتب كده ستايل المارجن بقى وبادن كده، ده اسمه ستايل اتريبيوت. طيب حلو. هل في اي دي؟ العنصر ده فيه اي دي؟ تمشي كده. اول حاجه لو في ستايل اتريبيوت هتكتب كام مره ظهر الستايل اتريبيوت، مره مرتين ثلاثه اربعه، وهنشوف امثله دلوقتي. طب الاي دي، هل الاي دي ظهر كام مره؟ يعني لو في مثلا 2 اي دي، في 3 اي دي، في 4 اي دي، لو في 4 تكتب 4، لو في 1 تكتب 1، وهكذا. بعد الاي دي لو عندك كلاس اللي هو اي حاجه بتبدا بدوت، شوف ظهر كام مره، مره مرتين ثلاثه. او سودو كلاسز اللي هي السودو كلاسز دي اللي هي الافتر، قصدي الهافر او الاكتف او الفيزيتد مثلا بتاعت اللينكات او اللينك. كل ده مشروح في الكورس CSS بفضل الله. دول كده اسمهم سودو كلاسز. طيب حلو. ايه هو الاتريبيوت سيلكتور؟ اي حاجه بين الاكواز دي، اي حاجه بين البراكتس دي. مثلا الاتش ريف يكون هاش مثلا، هات لي اللينكات اللي فيها اتش ريف هاش، دي كده اسمه الاتريبيوت سيلكتور. اي حاجه بين الاكواز ده اسمها اتريبيوت سيلكتور. طيب حلو. الاليمنت اي عنصر عندك، البي، الايمج، الباراجراف، قلنا الايمج، عندك التيبل، الفورم، اي عنصر ده اسمه الاليمنت. طيب حلو. يبقى احنا بنمشيها كده. لو في ستايل اتريبيوت بتكتب كم مره ظهر، في اي دي كم مره ظهر، في كلاس او سودو كلاس او اتريبيوت كم مره ظهر، في اليمنت كم مره ظهر. طيب برضو ممكن ما تكونش واضحه قوي، الامثله هتوضحها بنسبه 100% باذن الله. لو جيت قلت مثلا يو ال اي دوت مثلا اكتف، بس كده. عايزين نحسب ال CSS السبيسيفيسيتي بتاعت اللي انا كتبته ده، بتاعت CSS ده. هنمشي واحده واحده تبع المعادله دي. هل في ستايل اتريبيوت؟ لا مفيش ستايل اتريبيوت، انا اصلا مش في HTML. طيب حلو. هل في اي دي؟ هل في اي حاجه بادئه بهاش؟ لا مفيش، يبقى زيرو. هل في كلاس؟ في كلاس اهو، يبقى ده واحد.
بتمشي تبع المعادله دي، اي حاجه مش موجوده تكتب صفر. ادي صفر تبع ستايل اتريبيوت، مفيش اي دي برضه صفر. في كلاس او سودو كلاسز او اتريبيوت سيلكتور دول كلهم تبع صنف واحد، يعني ده صنف وده صنف وده صنف وده صنف، اي حاجه من الاكواس ده صنف. طيب حلو، مفيش قلنا ستايل، مفيش اي دي، في كلاس عديناه. طب في كام اليمنت بقى؟ واحد اتنين، العناصر اللي عندي في يو ال وال اي يبقى اتنين، يبقى السي اس سبيسيفيسيتي بتاعت العنصر ده بيساوي 12. جميل جدا. هستفاد منها بايه الرقم ده؟ هستفاد منه لو العنصر ده اتكرر، يعني قلت كده اليو ال اللي انت مديها مثلا كلاس اد، هات لي ال اي اللي جواها اللي انت مديها كلاس اكتف، مع ان دول نفس الحاجه. يعني انت بس، يعني انا كنت عامل كده مثلا في الاتش تي ام ال، ادي يو ال انت مديها كلاس اد، جوه ال اي في ال اي كلاس اكتف، وفي مثلا ال اي تاني مفيش كلاس اكتف. طيب حلو قوي. انا كده معناه ايه؟ نفس الحاجه دي، انا ما سيفتش هنا، تمام، دي هي دي. يعني انا قايل هات لي ال اي دوت اكتف، هيجيب لي برده ده، هيجيب لي ال اكتف ده. طب الثانيه اللي هو هات اليو ال اللي انت مديها كلاس اسمه اد، هات لي ال اي دوت اكتف، برده هيجيب لي دي. طب انهي بقى اللي هتتنفذ في دول؟ على حسب السي اس اس سبيسيفيسيتي. حسبنا دي لانها ب 12، تعال نحسب دي. عندي كام ستايل اتريبيوت؟ مفيش ستايل اتريبيوت. في اي دي؟ مفيش اي دي. هل في كلاس؟ في كام كلاس؟ في اي دوت اكتف ودوت اد، في 2 كلاس. في كام عنصر؟ في 2 عنصر. عندي ال اي واليو ال، ده 22 بيساوي 22. انهي بقى اللي هيشتغل فيه؟ اكيد ال 22، العنصر الاكبر اللي السي اس اس سبيسيفيتي بتاعته اكبر هي اللي هتشتغل، يبقى ال 22 هي اللي هتشتغل. مع ان ده هو ده لا، انت بتحسب السي اس اس سبيسيفيسيتي بتاعتك وتشوف انهي اكبر فهي اللي هتشتغل. طيب لو فرضنا مثلا ان الاثنين دول، كتبت كده برضو اليو ال انا مثلا مدي لل اي ده مثلا كلاس اكتف مثلا وكلاس ايفن مثلا وجيت قلت هنا دوت ايفن، العنصر ده مثلا هيكون الكالر بتاعه مثلا اف 50، وهنا برضو ال اي دي هتكون الكالر بتاعها اللون الاخضر. انهي واحده هتشتغل؟ نحسب السي اس اس سبيسيفيسيتي، حسبنا دي لقيناها ب 12، برضو دي هي دي على فكره، هي نفس الشكل على فكره، اللي هو برضو مفيش ستايل اتريبيوت، مفيش اي دي برضو، ادي زيرو. في كلاس اللي هو واحد، في كام اليمنت؟ برضو 2، فرق بس اسم الكلاس متغير. طيب انهي بقى اللي هتشتغل؟ قال لي اخر حاجه اللي هتشتغل، مالناش دعوه بده خلاص، اخر حاجه هي اللي هتشتغل. مش طالما السي اس سبيسيفيستي واحده، يعني تساوت هنا وتساوت هنا، اخر حاجه هي اللي هتشتغل. تمام جدا جدا، فده اللي هيشتغل. بدليل لو جينا عملنا ريفرش، هنعمل بس ده كومنت للحسبه دي، وجيت شفت هعمل ريفرش اهو، اتحسب اهو، طبعا مش كاتب حاجه في ال اي، اتحسبت باللون الاخضر، اللون الاخضر اخر حاجه. يعني لو كنت كاتب ده مثلا لون زي دي اللي هو الرصاصي اهو، هيتحسب اهو باللون الرصاصي. تمام جدا. طيب حلو، ناخد مثال كمان خلاص كده عشان نشمل كل حاجه. هكتب هنا مثلا يو ال اي اللي انا مديله كلاس اسمه اد مثلا، هاش اللي اسمه مثلا فوت مثلا ايه. طيب حلو قوي، هات لي الايه اللي جوه الاي دي اللي اسمه فوت، اللي جوه ال اي اللي انت مديله كلاس اسمه هات اللي جوه اليو ال. بعيدا عن اللفه دي، احنا عايزين بس نحسب عشان نتعود بتحسب ازاي. طيب حلو، اول حاجه هل في ستايل اتريبيوت؟ لا مفيش ستايل اتريبيوت. هل في اي دي؟ في اي دي اهو، في اي دي اللي هو ده، فتقول له واحد. ظهر كم مره؟ مفيش غير واحد بس اي دي. طيب حلو، هل في كلاس او سودو كلاس او اتريبيوت سيلكتور؟ في كلاس؟ لا مفيش كلاس. هل في سودو؟ طب في سودو كلاس؟ لا مفيش سودو كلاس برضه. هل في اتريبيوت سيلكتور؟ في اتريبيوت سيلكتور. طب فين ده؟ قلنا اي حاجه بين البراكت دي ده اسمها اتريبيوت سيلكتور. في كام اتريبيوت سيلكتور؟ مفيش غير واحد بس. يعني لو في ظهر، لو مثلا قلنا الايه ده جواه حاجه ثانيه كده يبقى ظهر مرتين. طالما في براكت مرتين يبقى كده ظهر اتريبيوت سيلكتور مرتين، كفايه مره واحده. هنقول رقم واحد. طيب حلو، هل في اليمنت؟ عندي اليمنت كتير، اليو ال اي الاي واحد. محدش يتلخبط في حته الاتريبيوت سيلكتور دي، محدش يتلخبط في حته الاتريبيوت سيلكتور. يعني مش معناه قلت كلمه كلاس بيساوي كذا ده معناه كده ان في كلاس، لا، ده طالما بين براكت يبقى اتريبيوت سيلكتور فقط. طيب حلو،
او ده 111 يبقى السي اس سبيسيفيسيتي بتاعته 111. انا عندي كام عنصر؟ انا اسف، 2 واحد ايه 2 3 كمان انا اسف. اليو ال ال اي والاي 3 عناصر، ده السي اس سبيسيفيسيتي بتاعته 113. طيب حلو. مثال كمان وناخد ملحوظه على المثال ده. الفوتر هات لي منه اول ما عدا الناف هاش ناف، هات لي منه ال اي بعيدا عن اللي انا كاتبه. يعني مثلا ده معناه ايه؟ انا مدي اي دي اسمه فوتر، هات لي منه كل العناصر ما عدا اللي انت مديها اي دي اسمه ناف، هات لي ال اي اللي جواها بقى. طيب بعيدا عن شرح ده معناه ايه، انا عايز احسب السي اس سبيسيفيستي. النوت دي قال لي النوت دي تندرج تحت حاجه اسمها السودو كلاسز، بس هل هحسبها؟ قال لي لا ما بتحسبش. طب ايه اللي بتحسب يا عم الحاج؟ قال لي بتتحسب اللي بين الاقواس. يعني ايه؟ يعني هنمشي واحده واحده بعيدا عن النوت دلوقتي. في كام ستايل اتريبيوت؟ مفيش خالص ستايل اتريبيوت. في كام اي دي؟ عندي واحد وده 2. كبرناك من النوت دلوقتي. في 2 كام؟ في 2 بس اي دي. طيب حلو. هل في كلاس؟ لا مفيش كلاس. هل في اليمنت؟ كام اليمنت؟ مفيش غير ال اي ادي. مفيش طبعا كلاسات خالص، في بس الاليمنت واحد. طيب 201. طيب جميل. نيجي بقى تاني عشان نفهم اللي انا قلته ده. قلت النوت دي تندرج تحت السودو كلاسز، يعني تبع الصنف الثالث. طب انا مش كاتب فيه تمام، المفروض اكتب فيه واحد على الاقل. لا، قال لي ما بتتحسبش. النوت دي ما بحسبهاش تبع السودو كلاسز، اكنها مش موجوده خالص. طب ايه اللي بحسبه؟ قال لي بتحسب اللي موجود جوه الاكواس. طيب اللي موجود جوه الاكواس ده فيه ايه؟ قال لي فيه اي دي. خلاص ما انا حسبته. انا حسبت الاي دي، في اي دي هنا واي دي هنا، فكتبت 2. طب لو كان موجود هنا مثلا كلاس، هحسب بقى الكلاس فقط، مش هحسب النوت. يعني مثلا كتبت هنا مثلا كلمه دوت كلاس، ده معناه ان في كلاس في تبع الكلاس ده يعني يندرج تحت انهي صنف؟ الثالث. فهكتب هنا في كلاس. مش هحسب النوت دي تبع السودو كلاسز مع انها تبع نفس الصنف. يعني المفروض اكتب 2. ظهر النوت وظهر كلاس، يبقى كده ظهر مرتين. يعني المفروض طالما نوت مره واحد وكلاس واحد، كده ظهر حاجتين تبع الصنف ده، يبقى اقول 2. لا، النوت ما بتتحسبش. طيب حلو. طب انا ما حسبتش على الفكره دي. قال لي برضو اللي هي الاول اللي هي السلكتور اللي اسمه اول ده برضو ما بيتحسبش، يعني مش تبع السي اس سبيسيفيستي، قيمته بزيرو، ما بحسبهاش. طيب حلو. يبقى خدنا ملحوظتين، النوت والاول ما بيتحسبوش، بس بحسب في النوت اللي بين الاقواس. في هنا بقى اي دي، في اتريبيوت سيلكتور، في كلاس بحسبه. طيب حلو. يبقى ده هتطلع 200. لو انا سبت الكلاس ده يبقى 211. لو كنت كاتبه اي دي يبقى 200 و لو كنت كاتبه اي دي طبعا يبقى كده 201. لو كنت سايبه كلاس طبعا الاثنين دي هتبقى واحد بس، مفيش غير فوق اي دي واحد بس. طيب حلو. ناخد امثله ثانيه عشان الفكره تبقى واضحه. لو جيت قلت مثلا اليو ال اي، وناخد ملحوظه كمان، ال اي هات لي منه الفيرست لاين. طيب حلو. نيجي نحسب الايه؟ السي سبيسيفيستي. هل في ستايل اتريبيوت؟ مفيش. هل في اي دي؟ مفيش. هل في كلاس او سودو كلاس او اتريبيوت سيلكتور؟ مفيش. طب يا عم الفيرست لاين دي، قال لي الفيرست لاين والفيرست ليتر دول حاجه اسمها سودو اليمنت، سودو كلاس اليمنت. ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ ده طبعا كان اخر درس غالبا في على حد ما اتذكر في السي اس اس او قبل الاخير. ده سودو اليمنت يعني تبع الاليمنت، تبع العناصر، يعني هتحسبها تبع العناصر. سودو اليمنت مش سودو كلاس، انا اسف. سودو اليمنت هتحسبها تبع العناصر دي. يعني انا عندي كام عنصر؟ ادي 1 2 3 4، هحسبها 4. يبقى كده 4 عناصر. السي سبيسيفيستي بتاعتي دي رقم 4. طيب حلو. طب لو في فيرست ليتر برضه بحسبها تبع الاليمنت. يبقى في 3 ملحوظات دلوقتي. اول ملحوظه الاول ما بتتحسبش. تاني ملحوظه النوت ما بحسبش النوت، بحسب بس اللي بين الاقواس. تالت ملحوظه الفيرست لاين والفيرست ليتر يندرجوا تحت صنف الاليمنت. جميل جدا جدا. اتمنى بقى المثال ده تحلوه وتكتبوه في كومنت، يعني الناتج في كومنت السي اس سبيسيفيستي بتاعته كام. انا هكتب لكم المثال اهو. الفيرست مثلا هكتب كده ال اي اللي فيه فوتر، هات لي منه مثلا الكلاس اللي اسمه اكتف،
الاي اللي انا مديها كلاس اسمه ات، عايز الاي مثلا اللي انا مديها اتريبيوت سيلكتور اسمه مثلا الاي مثلا، وليكن هدي الاي تايتل مثلا، يعني الاي ده اديله تايتل وليكن اسمه لينك مثلا، كلمه لينك. طيب حلو، عايز بقى السي اس سبيسيفيسيتي بتاعت الايه، بتاعت العنصر ده، اتمنى تكتبوها في الكومنت وانا ان شاء الله ارد عليكم بالحل باذن الله. اتمنى يكون الفيديو الطريقه دي، في طريقه تانية الفيديو الجاي ان شاء الله واضحه وعجبتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.